هنعمل النهارده عظمه. النهارده هنعمل احلى سندوتشات شاورما سوري تقدري تعمليها في البيت، من الالف للياء، من اول الخيار المخلل الخيار المخلل لحد التوميه الكريمي التحفه الجميله. قبل ما نبدا نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب دايما. يشرفني يا رب انكم تشوفوا الفيديو بتاعي، يا رب يعجبكم دايما ان شاء الله وينال اعجابكم. النهارده فيديو طويل شويه بس احنا هنعمل كل حاجه بتكاتها وحركاتها. اول حاجه تتبيله الفراخ، هنحط عليها كوبايه زبادي بلدي، معلقتين كده من خلطة الشاورما الجاهزة، ننزل عليها بربع كوباية زيت تقريبا، شوية دبس رمان، ما عنديش دبس رمان حطي مكانه، وده شوية خل، حطي مكان دبس رمان شوية عسل اسود وشوية خل بيديكي نفس طعم دبس الرمان. بجد عن تجربة، يعني انت كده دوقي المذاق هتلاقي هو دوت التست بتاعه، عسل اسود وخل. حطيهم مع بعض كده وهنركنهم بقى في التلاجة شوية لحد ما ياخدوا يدوا مع بعض. هنعمل بقى التومية بتاعتنا. التومية هنحط كوباية زبادي كبيرة عليها فصين 3 توم بالكتير، ما تحطيش اكتر من كده. اللي يقولك حطي اكتر من كده بيضحك عليكي. دي نشا انا شكلها بمية خالص وسبتها جمدت في بعضها، سبتها بردت وبعد كده خدتها كده بتبقى عاملة زي الكتل بس بتفك معانا وبتبقى تحفة. هننزل عليها بشوية خل ورشة ملح صغننة، وتدوقي الملح في الاخر، وحوالي نص كوبايه زيت. انا حطيت في الاول كده حوالي ربع كوبايه زيت ورجعت حطيت حوالي ربع كوبايه زيت تاني من الفنجان البراد الجميل بتاعي ده. البراد ده انا عايزه اقول لكم ان انا شارياه من حوالي كام سنه، من حوالي 15 16 سنه وانا في الكليه وانا في ثالثه كليه تقريبا. بصي بقى شكل التوميه بتاعتنا انا ضربتها، تضربيها كده بتدي معاكي تست حلو قوي. ما باحطش اي توابل، هو فصين التوم اللي احنا حطيناهم، وبحط يعني ممكن تحطي نص مكعب مرقة دجاج، بيعمل معاكي فرق في الطعم قوي. لو انت حابه يبقى ليها طعم اكتر من كده، لو حباها بالثوم بس فخلاص تمام، هي سنه الملح والخل والزيت والنشا والزبادي كويس قوي كده. ممكن تزودي لها لبن، ممكن نزود لها لبن. على فكره انا زودت حوالي نص كوبايه لبن عشان خاطر انا كنت عامله كميه نشا كتيره فما كفتش معايا كوبايه الزبادي. انا عملتها قبل كده بالزبادي بس وان كان نفس القوام، قوام كريمي جميل. دي فاكرين ورده الونكه اللي انا كنت زرعتها؟ ما شاء الله كبرت وطلعت ورده، اللهم بارك. هنا بقى الخيار، أنا ما كانش عندي خيار مخلل، كان عندي كده خيارتين دبلانين في التلاجة، والله بامانه زي ما بقول لكم كده. بصوا، دي اختهم برضو هي دبلانه، مسكتهم خضرتهم طرنشات رقيقه عشان تستوي معانا بسرعه. فص فلفل كده حراق، ما تحبيش الحراق خلاص ما تحطوهوش. شويه ملح شويه خل، فصين توم. انا حاطه التوم صحيح عشان مش عايزه اكتر التوم، مش عايزه التوم يبقى لو مفروم هيطلع معايا على حته الخياره، وانا كفايه عليا التوم اللي كان في التوميه. هننزل بقى عليهم بميه مغليه مش سخنه، ميه مغليه، وهنغطي الحاجات دي حوالي مثلا ولنقل ساعه. ما يعني انا ما زودتش عن كده، انا عملتها وهي ساعة بالظبط. لقيتها ما شاء الله الخيار استوى وبقى تحفة تحفة تحفة، طعمه جميل جدا. كده احنا خلصنا التومية، خلصنا الخيار المخلل. بص احنا النهاردة هنعمل الشاورما زي ما بيقول الكتاب، هنعملها بالمظبوط شاورما سوري فراخ بالظبط. خلصنا التومية، خلصنا الخيار المخلل. كده الفراخ عندنا كانت في التلاجة، طلعتها قبل ما احطها في النار بحبة كده، وكنت عملت البطاطس لفيتها بملح وخل. عايزه اقول لكم طالعه مقرمشه جدا يعني كانت تحفه جنب الاكل كده. قليل الصباع اللي كان طري فيها. الفراخ ما بقلبهاش، بصوا تاخد لون ما شاء الله كده جميل معايا، خدت صدمه وخدت لون، ما نزلتش ميه نهائي. لو قلبتها هتنزل ميه وهتطرى معايا، مش هتديني النتيجه اللي انا عايزاها. الحروقه دي الحرمشه دي يا بنات عشان خاطر الزبادي اللي احنا حاطينه. بس ما شاء الله بعد ما استوت كده بقى بقلبها الناحيه التانية، سيبها تاخد برضو لون من الناحيه التانية. آه مش هقول على بال ما انا اخرط، لان انا مخرطه قبل ما احطها على النار لانها ما بتاخدش وقت. مجرد ان انا حطيتها وعملت حاجات كده بسيطه جنبها كانت هي ما شاء الله احمرت، رحت قلبها على الوش التاني. كنت بقى مجهزه بصل كده شرايح جوليان، وعلى شويه فلفل اخضر على احمر. لو عندك فلفل اصفر حطي، الفلفل يعني اللي موجود عندك حطي، بتبقى الفلفل طعمه جميل جدا مع البصل. هديهم تشويحه كده مع بعض الفراخ بتاعتي اللي انا مقطعاها شرايح مع البصل والفلفل. عايزه اقول لكم الريحه بقى تحفه. طبعا انا ما حطيتش توابل لان انا حاطه توابل شاورما، بس هرش فيها ملح، بس هرش سنه ملح و... وهدوق. لو لقيتها محتاجه هزود، مش محتاجه خالص. حطيت بقى الطماطم بتاعتي الجميله اللي انا مقطعاها، بس الطماطم انا مقطعاها مش شرايح، مقطعاها حتت عشان خاطر ما تبقاش
كبيرة في الساندوتش، وهقلبهم مع بعض. هي تقلبتين اتنين وهغطي عليهم لان هي الدنيا تمام. بطاطس ما شاء الله عندي بقت مقرمشة وجميلة. بصوا احنا اتفقنا احنا بنشغل كله مع بعض. بصوا بنتشقلب ما كده في شاء الله. المطبخ. المهم ان احنا ايه، نطلع لهم طبق محترم يحلفوا بيه. الكميه دي ما شاء الله حوالي كيلو الا ربع بانيه. طلع ما شاء الله اللهم بارك، طلع معايا كميه كبيره جدا. احنا اكلنا وشبعنا ما شاء الله. وتفضل لبالليل عملت كل واحد سندوتش تاني جديد بالليل اكلناه قبل ما ننام. الخيار ما شاء الله بصوا بقى مقرمش وتحفه. انا هسمعكم صوت القرمشه دلوقتي وانا باكله. جميل قوي. بصوا البصلايه دي وانا بعمل لقيت بصلايه مزرعه. فرحت قوي بيها بصراحه. انا بحب اي حاجه مزرعه احب اروح زرعاها على طول. احطها في الكوبايه كده تنبت وبعدين هزرعها في الارض ان شاء الله. مش في الارض يعني في تربه في اي حاجه عندي. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا عشان التصوير بقى تروح البتاعه مقلوبه. انا مش عايزه اقلبها، هي اللي اتقلبت. توميه كريميه جدا معايا. طبعا بتحطي الكميه اللي انت عايزاها. انا قلت كفايه كده في سندوتش عشان ما يغرقش الدنيا. هما بعد كده بيسقسقوا كده كده في طبق التوميه بتاعهم. نحط بقى الفراخ بتاعتنا مع البطاطس المقليه وشويه التوميه، ونرص كده بقى الخيار المخلل بتاعنا المقرمش الجميل ده بالراحه كده واحده واحده. بص حاسه ان انا يعني ايه، سندوتش خلطبيطه كده. عارفين خلطبيطه بالصلصه؟ حاسه ان انا خلطبيطه بالصلصه. بنعمل كده الحاجة. أنا عارفة إن الفيديو طويل المرة دي، بس أنا بصراحة حابة إنكم تحضروا معايا التجربة من أولها لآخرها. أنا هرول السندوتشات كلها مع بعضها على قد ما الجريل هياخد معايا، وهرصهم في الجريل اللي دهنه دهن سمنة أو زيت أي حاجة زي ما تحبي. وهرص فيه السندوتشات. هتاخد لون جميل كده على نار متوسطة. أنا مبحبش النار الجامدة قوي أو أتك عليه ويحمر، لان انا كده كده على بال ما هو بيحمر بكون انا لفيت السندوتشات التانية. الا لو انا بقى مجهزه كله فهظبطه. ما شاء الله بياخد حرميشه كده وقرمشه ولون جميل معايا في الجريل. وبعد كده بنقدمه بقى. تقدمي جنبه بقى شويه بطاطس مقليه كده على شويه التوميه اللي فاضلين معانا في الطبق. نسقسق كده سندوتش الشاورما في التوميه وناكل مع حتتين خيار مخلل فضلوا معانا. ما شاء الله اللهم بارك. الطعم تحفه. مش عايزه اقول لك ان هو يختلف عن طعم المطاعم، هو نفس طعم المطاعم بالظبط. بل بالعكس بقى دي حاجه نظيفه انت عاملاها بايدك في البيت. عملنا ما شاء الله اللهم بارك كام ساندوتش. بصوا السرفيس ده كله ما شاء الله اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان فاضل عندنا. عملت تاني كام واحد بالليل لكل واحد واحد كده اكلناهم بالليل. يا ريت تجربوا الوصفه وما تستسهلوش اي حاجه وما نستصعبوش اي حاجه. تتفرجوا علينا ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، تشتركوا في القناه وتحطوا لايك وكومنت جميل زيكم. وتقولوا لنا لو في عندكم اختلاف في الوصفه دي عما احنا بنعملها. قولوا لنا بتعملوها ازاي. يعني لو في حد بيعمل توميه بطريقه مختلفه يا ريت يقول. يمكن نستفيد برضو. يعني بصراحه اصل الحياه تجارب والمطبخ بالذات ده تجارب. انا ممكن اعمل وصفه حلوه انت تعملي نفس الوصفه وحلوه برضو بس بطريقه تانية. كل واحد ليه طريقته. وكل طريقه بصراحه انا بحترمها. لان المطبخ نفس. مش طريقه بس المطبخ نفس. اهم حاجه نذكر ربنا ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. دايما واحنا شغالين بتلاقي الدنيا ما شاء الله بتمشي معاك قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.